دي هي مينا بنت غلبانة ولسه في أولى ثانوي، وبيكون قاعد جنبها في الفصل عيل اسمه هارو، لكن عمرها ما شافته قبل كده لأنه ما جاش أساسا، وده بسبب إنه راح قتل واحد في أول يوم دراسة ليه، وبقى مشهور بلقب شبح المدرسة السرسجي ده. حتى إن من شهر في شوية طلاب في سنة تانية راحوا المستشفى بسببه، يعني الولد مش عاتق لا صغير ولا كبير، وبيفضل يدور الضرب في الكل وخلاص، كأنه بيقول يا أرض تهدم عليك أدي. حتى إن في آثار جريمة من جرايمه دي موجودة على الحيطة لحد دلوقتي. لكن كل ده مش بيهم مينا، لانها مركزة على هدف واحد بس، وهو انها تذاكر علشان تجيب مجموع وتخش كلية، وكمان تروح تشتغل في شركة بتقبض مليون دولار ولا حاجة في الشهر علشان تبقى غنية. بس المس الغتة في الفصل بتروح تكلفها بمهمة انها تودي كتب وشروحات لعنوان معين، ومينا بتروح غصب عنها بضرب الجزم. والمكان ده صالة ألعاب يا معلم، بس الدنيا هناك بتبقى هيصة وليصة، وبتلاقي في وشها كمان شاب عبيط عمال يزعق زي المجنون، وبيطلع هو هارو. وابن العبيطة بيروح ينط من الدور الرابع ومحدش بيصوت، فبتلم الورق وبتجري، بس فجأة هارو بيظهر وبيهجم عليها، وبيتهمها انها جاسوسة المدرسة، وهي بتشرح ليه انها جت تسلم الورق وخلاص، وفي الحالة دي هو بيسيبها وبيقول لها اشوفك بكرة يا اعز اصحابي. ومينا بتقول في نفسها شكل الوقعة اثرت على نافوخه، وبتسيبه وبتجري. وتاني يوم بتروح المدرسة وبتحكي للأستاذ اللي حصل ده، والميس بتقول لها هيا يلا بقى روح اقنع عنه يرجع المدرسة من تاني، وده لأن مدة حرمانه من المدرسة خلصت. ومينا بتضحك وتقول لها ده في المشمش يا مس، مش هعمل حاجة زي كده أبدا. وبتبقى مروحة بيتها في أمان الله، وفجأة حد بيخطفها وبيطلع هارو وبيهددها إنها لو فتحت بقها هيعمل منها شاورما، وبيستخبى جوه كرتونة وبيجرجرها مع المكان هناك، وبيوريها كلب سعران وبيقول لها بص لقيت كلب غلبان يلا نربيه. وهي بتبقى عايزة ترنه علقة محترمة، وبترجع الكلب لصاحبه، وبعد كده بتروح تقعد معاه في كافيه، وبتبقى قاعدة مريبة يا معلم، لأن أصحابه بيجوا ياخدوا منه فلوس وبيمشوا، وهي بتنبهه إن أصحابه دول بيستغلوه علشان الفلوس، وهو مش بيتقبل الكلام ده، فبيمسك كوباية العصير وبيدلقها على مينا. عيب يا أستاذ هارو اللي أنت بتعمله ده، أنت عمرك ما اتعاملت مع نسوان قبل كده ولا إيه؟ ومينا طبعا مش بتسكت على اللي هو عمله، وبتكب عليه كوباية آيس كريم وبتهرب قبل ما يكبها بشاي ويولع فيها ولا حاجة. وتاني يوم مينا بتروح صالة الألعاب دي، وهناك بتسمع أصحابها رو بيتكلموا عنه بالسوق وإنهم عايزين فلوسه، وهي بتشمت في لأنها كانت متأكدة في اللي قالته، وبتلف وراها بتلاقي قاعد مستخبي وسامع كلام أصحابه وبيعيط، وهي بتتعصب وبتهزق أصحابه، وواحد منهم كان هيتجرأ ويمد إيده عليها، لكن هارو بيمسح بالبلاط حرفيا، وبيروح يوصل مينا لبيتها وهو بيعيط. ومينا اللي معروفة بإن مشاعرها باردة تلج أول مرة تتأثر وتحس إنها تعيط هي كمان، فبتاخده بالحضن يا معلم وبتقوله كل حاجة هتبقى كويسة. وهنا المتخلف هارو بيقول لها أنا بحبك يلا نتجوز وهروح المدرسة علشانك من بكرة. ومينا بتفكر إنه بيهزر فبتمشي الموضوع، لكنه بيجي المدرسة فعلا بكرة، وبيكون شوية وهيعيط ويموت، وبيفضل شهر كامل على الحال ده، وبيخلي مينا تشرب المر حرفيا، وهي مش عايزة أي حاجة تعطلها عن دراستها، وده طبعا علشان توصل لحلم المليون دولار، وعلشان هي دمها محروق لأن كل سنة بتطلع الأولى ما عدا السنة اللي فاتت. وأثناء ما هي بتذاكر بيجي هارو بيحل معادلات الرياضة بصباع رجله حرفيا، وهي في ثانيتها ميناتو بتفتكر إن الشخص اللي خد مكانها هو هارو، وبسبب كده تاني يوم بتيجي المدرسة وهي وشها كله هالات سودا، وبتقول لهارو انت عدوي لحد ما الامتحانات تخلص، ومش بتعبره طول اليوم يا معلم، وبتروح تذاكر في فصل تاني، وهو زي المتخلف بيفكر ان في حد ضربها، وهي بتفهمه انه ده ما حصلش، فابن العابطة بيروح يضربها هو بالغلط وبيكسر لها مناخيرها. وهنا مينا بتتعصب وتقول له كلام جارح لهارو، ووقتها بتقطع علاقتها بيه، وبتعدي فترة الامتحانات والنتيجة بتظهر، ومينا بتطلع الأولى من تاني، وبعدها بتروح تصالح هارو، وهو بيتصالح زي العبيط بمجرد بيتزايا وريت لبيبسي لأنه مفجوع. وبالرغم من ان هارو عبيط وبيتصالح بشوية اكل، الا ان مينا كمان تفصى وبتروح تطلب المنيو كله. وبعد فترة امتحانات الملاحق بتبقى قربت، والميس بتيجي تنبه على الطلاب ان العيال اللي ساقطة تلحق نفسها بسرعة وتذاكر علشان تعيد الامتحان. وابن العبيطة هارو بيسأل مينا اذا كانت هتعيد الامتحان هي كمان ولا لا، يعني حرفيا مستوى ذكائه اعلى من مستوى ذكاء الجبنه الاسطنبولي بالراحه. ومينا بتقوله لا طبعا انا الاولى على المدرسه، لكنها بتمسك ورقه امتحاناته وبتشك فيه انه حل الغلط بالعند علشان ترجع الاولى على المدرسه. وقبل ما تمسح بكرامته الارض بتلاحظ ان بطن هارو كبرت كانه حامل، ولا الجنين بيتحرك كمان، وفجاه في نص الفصل ديك بيخرج من بطن هارو، وهو بيقعد يعيط ويقول لمينا انه لقى في الشارع بيعيط ووسط المطر، فصعب عليه، ومينا خلاص بتتجنن حرفيا من اللي هو بيعمله. لكن الايام بتعدي والدفعه بتتعود على العبط بتاع هارو ده، حتى انهم بيعملوا بيت مخصوص للديك ده، واي حد بيحاول يروح يغلس على الديك ده ولا يحاول يمشيه هارو حرفيا بيعجنه. وبعد المدرسه هارو ومينا بيتمشوا مع بعض، وهي بتساله اذا كان بيحبها بجد ولا بيستهبل، وهو بيأكد لها انه حبها الاول والاخير، وانه عايز يديها الديك هديه علشان يعبر لها عن حبه.
وهي بتقوله طبعا موافقة لو كنت مصمم إني أعمل منه سندوتش فرايد تشيكن، وفجأة بتظهر بنت من العدم وبتنادى على مينا لكنها بتقع في الزبالة. والتلاتة بيروحوا مطعم في الآخر، وهناك بنعرف إن البنت دي اسمها سومي وعايزة مينا تذاكر لها، بس سومي بتموت من الرعب لأن هارو بيبصلها نظرة قاتلة، ده ولا كأنه عاوز ينفذ فيها جرايم الدارك ويب كلها من كتر الغيرة على مينا. وسومي بتشرح لمينا إنها واخدة ملحق وهي مش فاهمة حاجة في المادة ولازم تحضر درس خصوصي ليها، لكن ميعاد الدرس في نفس ميعاد خروجة ليها مهمة وما ينفعش تلغيها، وعلشان كده هي عايزة مينا تساعدها وتذاكر لها، ومينا بتقول لها ربنا معاك يا مزة، انا بره عني الموضوع ده، وبتسيبها قاعدة زي الكلبة وبتمشي. لكن البنت بتعيط وبتبربر وترجع في نص الشارع وعلشان تصعب على مينا، لكن مينا باردة برود الدنيا والآخرة. واخر حاجة سومي بتفهمها ان عمرها ما كان عندها اصحاب علشان البنات بتكرهها والولاد كلهم بيكرشوا عليها، وان اصحابها الوحيدين معرفتهمش غير اونلاين وما ينفعش ما تخرجش معاهم المرة دي، وبرضه رد مينا بيكون واحد وهو لا. وعمنا هارو بيشوف اصحابها فبيقرر انه يساعدها في المذاكره بشرط انه يروح معاها الخروجه دي، وطبعا سومي بتوافق فعلا. وبالفعل بيروح يذاكر لها لكن بطريقه واحد ميكانيكي مش مدرس حرفيا، وسومي مش بتفهم منه اي حاجه لكنها بتكمل معاه وخلاص لانها مضطره للاسف. ومينا بتفضل طول الفتره دي بتذاكر في المكتبه لحد ما بيجي واحد معاها في المدرسه وبيقول لها ازيك يا انسه، انا معجب بيك وعايز اجي اتقدم لك رسمي. وهي بتقوله مش من هنا يا بابا، وهو بيضحك وبيفهم انها بتهزر وبيعرفها بنفسه وان اسمه سوكي وكان زميل السرسجي الاعظم هارو، وبيحكي لها عنه انه كان بيطلع الاول كل سنه في نفس الوقت وعمره ما حضر ولا حصه، وبيتعرف هو ومينا على بعض، ومينا بتطلب منه انه يرعى الديك ده، حتى الديك يا صديقي لاقي حد يرعاه وانت يا كحيان مش لاقي حد يعبرك. وبتروح بعدها تطمن على سومي وهارو، وبتشوف ان سومي ميتة لانها مش فاهمة ولا كلمة اصلا منه، فبتصعب على مينا وبتقرر انها تذاكر لها، وسومي من الفرحة بتعيط لكنها بتصدم منها ان الامتحان بكرة اصلا. ومينا بتندم انها فكرت تساعدها لكنها بتضطر تطبق طول الليل في انها تذاكر لسومي، وبتلطش فيها لحد ما سومي اخيرا بتمتحن الملحق، وبتتصدم انها جابت اعلى درجات جابتها في حياتها وهي 30 من 100. فيا ترى بقى انت يا صديقي الاوتاكو اعلى درجة جبتها في حياتك هي كانت كام في المية؟ انا شايف يا سومي انك تقعدي في بيتك احسن من الدرجات العار اللي انت جايباها دي. وسومي وهارو بيخرجوا الخروجه اللي اتفقوا عليها مع اصحاب سومي الالكترونيين، وسومي بترجع تعيط لانها معرفتش تتكلم مع البنات. وطبعا البلطجي بتاعنا هارو دخل في عركه وعطى فيها واحد بوكس خلى وشه ما عادش نافع، وبكده يكون الحمد لله كل حاجه باظت، وسومي بتروح ترتاح من العذاب ده كله وبتنام على سطح المدرسه، لكنها بتصحى تلاقي نفسها نايمة على رجلين هارو اللي بيقرر يكون جنتلمان ومش سرسجي المرة دي، ومينا قرفانة منه لأنه الوحيد اللي بيحسسها إنها مكسوفة. وفي نفس الوقت ده بتبقى في حاجة إيجابية بدل ما هي بردة المشاعر، فمن غير ما تحس مينا بتقوم وبتقول لهارو في وشه إنها بتحبه، لكنها بتستوعب الموقف وبتتوفى من الإحراج وبترجع تعدل كلامها وبتفهمه إنها بتضحك عليه. وهارو بيموت من الضحك وبيتريق عليها ويقول لها انت طلعت عيله بصراحه ووشك قلب طماطم، ولما مينا بتنكر ده بيطلب منها انها توعده وفي نفس الثانيه بتقول له لا. وطبعا يا معلم هو ده بتر الخواطر ولا بلاش. وبيعدي كام يوم وسوكي بيرجع بالديك مرة تانية وبيفهم انه مش هينفع يعتني بيه في بيته من هنا ورايح، وده طبعا لانه مربي قطة في بيته والكل بيفتكر ان القطة عاوزة تاكل الديك، لكن الحقيقة هي ان الديك اللي عايز ياكل القطة يا معلم. وعلشان كده الوضع عنده مستحيل فبيتجمعوا في المدرسة وبيبقوا عايزين يشوفوا حل للمهزلة دي، وبيفتكروا انه كان في عشة فراخ في المدرسة وبيمسكوا المس الغتة وبيخلوها تستأذن المدير انهم يبنوا عشة فراخ ورا المدرسة، وعلشان يكملوا الهبل في المدرسة دي فالمدير بيوافق. ومنى يا معلم بتبقى عاوزة تلطم لانهم هيدبسوها معاهم وكده مش هتعرف تذاكر ولا تحقق حلم المليون دولار. وبالفعل الشلة بتتفق انهم يخرجوا مع بعض المحل علشان يشتروا الادوات اللي هيبنوا بيها عشة فراخ. ولما بيخرجوا لعبة هارو بيمسك في عشة غالية جدا وبيبقى مصمم انهم يشتروها، ومينا بتضربه علشان محدش معاه الفلوس دي، ومع ذلك هو مصمم عليها وعايز مينا تدين علشان تشتريها، وسومي وسوكي بيسيبوا الاتنين العبط دول يلفوا مع بعض في المحل. واثناء ما مينا بتلف تدور على دهان بتخبط بالغلط في واحد من الشله القديمه بتاعه هارو وبيبقوا عايزين يضربوها، وده لانهم اخدوا منها هارو وبكده محدش معاهم علشان يدوهم فلوس، وسوكي بيظهر وبيرمي سله المشتريات في وش واحد منهم وبيمسك مينا وبيهرب، وبيشوف هارو قدامه وبيقول له الحق في حد عايز يضرب مينا، وهارو بيمسك الواد ده وبيقوم مطيره في الهوا حرفيا، ده ولا كأنه وزنه نص كيلو حرفيا، ومينا بتجري بحياتها بعيد عن الهبل ده. وشوية يا معلم وبيتصرفوا وبيعرفوا يجيبوا الخشب والأدوات اللي هيبنوا بيها عشة الفراخ، لكن بيستوعبوا إنهم لازم يعملوا شغل النجارين وكمان يبنوا كل الجهد ده علشان حتة ديك، فبيجي صاحب صالة الألعاب وبيقول لهارو إنه معاه منشار كهربائي، وهارو بيروح يشوف الشلة في اللحظة دي شلة هارو القديمة وبتيجي من تاني، ومينا بتصرخ وهما بيفهموها إنهم مش عايزين يصالحوه ولا حاجة،
وهارو بيجي وبيفضل يلطش فيهم، لكن مينا أفكارها الكسولة بتنتصر عليها وبتقول لهارو إن أصحابها عايزين يصلحوا العشة، وعلشان يثبتوا إنهم صادقين قالوا إنهم هيبنوا عشة الفراخ، وبكده مينا بتدبس صحابه في إنهم يبنوا العشة وخلاص. وبالليل فعلا بيكونوا خلصوا بناء العشة دي وبيجيبوا الديك، والديك أول ما بيشوف العشة بتعجبه وبيروح ينام فيها، وبيعتبروا ده تاني أعظم إنجاز بعد اختراع الشاورما يا معلم. وبالليل هارو ومينا بيروحوا مع بعض، ومينا فجأة بتتجنن وبتصرخ لنص الطريق وبتعلن استسلامها، وبتعترف لهارو انها بتحبه، وهارو من الصدمة مش بيعرف يرد، وهي بتشك في كونه ما بيحبهاش اصلا، لكن ده مش بيهمها لان مع الوقت هيحبها. وهارو بتوصل لرسالة على التليفون بتاعه من صاحب صالة الالعاب، وبتقول له الحق ده يوزان موجود هنا. وهارو اول ما بيسمع الاسم ده بيتخض وبيحلف انه مش مروح بيته النهارده. وهنا مينا بتضطر انها تاخده معاها لبيتها، وهناك الحاج ابو مينا بياخد الصدمة اما بيلاقي بنته راجعة ومعاها راجل غريب، وبتأكله وتشربه كمان وبيبقى شوية وهيطق، بينما هارو بيبقى قاعد في البيت كأنه بيت أبوه حرفيا، وكمان ولا إحساس ولا دم. ومينا بتبقى مستغربة هو ليه هارو أصلا بيتصرف بغرابة كده. وعلى الناحية التانية بنشوف يوزان ده وهو داخل صالة الألعاب، وبيبقى حرفيا عبارة عن هارو بس بشعر طويل شوية، وبيسأل عن هارو، وأصحاب الصالة مش بيرضوا يقولوا له هو فين، ويوزان بيزعق لأنه كان جايب له هدية أصلا، وكمان بيشتمه في نفس الوقت وبيقول عليه عيل جبان. وفي اليوم التاني هارو بيروح لعند مينا وبيحلف لها ان بيتها مسكون وانه امبارح شاف شبح، بس هي بتفهمه ان ده مش شبح، ده اخوها الصغير. ومن الاحراج هارو مش بيبقى عارف يقول لها ايه، فبيروح لابوها وبيقول له انه مفيهوش ذره شبه من ميناته. وابوها بيرد عليه ويقول له ايه يا خفه الدم اللي انت فيها دي، حد يلحق هنموت من الضحك هنا. واليوم ده بالذات بيبقى موافق اخر يوم مدرسة، ونتيجة الاختبار بتطلع وهارو بيبقى الاول على المدرسة ومينا هي التانية طبعا. ومش عايز اقول لكم بقى على الاكتئاب اللي مينا اتصابت بيه من بعد ما عرفت كده، وهرمون دحاح الدفعة بيخليها تتجنن وبتجري لعند الميس الغتتة، وبتفضل تقاوح معاها في الاجابات بتاعة الامتحان، وبتقاوح وبتطلع روح المحنك اللي جواها لحد ما الميس بتهزها وبتعدل لها الدرجات. لا دي كمان يا معلم بتاخد درجات زيادة عن اللي تستحقها اصلا. وبنشوفها وهي خارجة بتلاقي هارو ماسك كورنباية علشان يروح ياكل الديك منها، وبيسألها اذا كان زادت في الدرجات ولا لا، لكن بنت بتضرب الكرة في دماغ هارو بالغلط وبتخاف منه، وهو بيفضل باصص ليها وبيديها الكرة عادي، والبنت المسكينة بتفتكر انه كان هيبقى اخر يوم في عمرها ولا حاجة. ولما مينا بتشوف الموقف ده بتقول لهارو ان الطريقة الوقحة اللي بيبص بيها للناس دي هي اللي مخليها الناس تخاف منه، وانها بتحب ابتسامته علشان رقيقة وجميلة، وبتسيبه وبتمشي وخدوده بتغني انا البندورة الحمراء. وهارو بيفضل يفكر كتير في كلام مينا، حتى ان لما بنت بتنفض عليه طباشير السبورة بالغلط بيبتسم في وشها، والبنت في ثانية الا ثانية بدل ما كانت خايفة منه لا ده سهم الحب ضرب قلبها من جماله. والموضوع ده بقى يتكرر، وعمنا هارو بقى يعامل البنات بلطف وبيبتسم في وشهم، وسبحان الله في يوم وليلة هارو بقى الواد الأكتر شعبية في المدرسة. وده مش عشان هو بلطجي، لا علشان خلاص بقى فتى أحلام الفتيات، والبنات كلهم بقوا ملمومين عليه، حتى إنه بيجي لعند مينا وبيقول لها ايه ده انت عندك حق، ده طلع البنات بتحب اللي بيبتسم في وشهم فعلا. بس الكلام ده مش بيبقى عاجب مينا لانها حاسه بالغيره، ولانها بارده طول حياتها، فهي مش عارفه تفسر ان الحزن والغضب اللي هي فيه ده غيره. ولما سومي بتيجي بتقول لها خلي هارو جنبك احسن حد ياخده منك. وسوكي بيجي لعند مينا وبيقول لها انه خايف على هارو يبوظ الدنيا مره تانية ويرجع للبلطجه. وبنشوف هارو وهو قاعد ياكل في امان الله والبنات ملمومين حواليه، وبتيجي بنت تقول لشله البنات على اوامر المس طلبتها منهم انهم يعملوها، وهما بيدوها الشغل كله. وهارو بيستغرب من ده، وبيستغرب اكتر لما بيشتموا البنت دي من ورا ظهرها، فبيروح يجري وراها وبيلاقيها واقعه في مشكله مع شويه شباب شبيحه في المدرسه، وواحد فيهم بيستغل انها غلبانه وبيضربها، وهارو بيظهر علشان يدافع عنها، لكن الشاب التاني بيضرب هارو بالبوكس، وهارو بيمسك الواد ده بيعجنه قدام المدرسه كلها. ولما بيحاول يتواصل مع البنت الغلبانه هي شخصيا بتخاف منه وبتجري، وهارو بيبص حواليه بيدرك ان صورته اتهدت مره تانية قدام العيال ورجعوا يشوفوه بلطجي مره تانية. ومينا وقتها بتمسكه من ايده وبتهرب بيه قبل ما النظر يجي ويفصله. وبيعدي يومين والشله كلها بتطلع في رحله صيفيه في الجبل مع الاستاذ هوشي صاحب صاله الالعاب، واللي بنكتشف ان هو ابن عم هارو، وبيفضل يحكي قصه حياه هارو على الشله كلها، وان هارو عنده اخ اكبر منه شبهه بالظبط. وقبل ما يقول اسمه بيكون هارو اتقمص وبيزعق في هوشي ويقول له ما تقولش حاجه ملهاش داعي هنا. وبعد ما بتخلص الرحله اخيرا الشله بتروح صاله الالعاب، وهناك هارو اول ما بيدخل بيطلع تاني وهو هربان، والشله بيستغربوا وبيلاقوا قدامهم شخص غريب شبه هارو، وبيطلع ان هو ده يوزان اخوه جايب بطيخه معاه وعايز يكسرها، بس الاستاذ هوشي مش بيرضى وقتها. لكن يوزان وقتها بيعرفهم ان هارو عنده عقدة الاخ الاكبر، ومينا بتسيبهم وبتمشي بعد ما بتاكل البطيخ، وفجأة بتتخطف مرة تانية من هارو وبيبقى حزين وبيسألها اذا كانوا كسروا البطيخة من غيره، وهي بتستغرب ان ده هو اللي مزعله في الموضوع فبتسيبه وبتمشي، لكنها بتلاحظ انه زعلان اوفر فبتوديه بيتها.
وبتجيب له شوية بطيخ وبتخليه يكسرهم وهو بيفرح وبيقول لها انه مدين لها بأي حاجة، ومينا بتستغل الموقف وبتطلب منه انه يخرج معاها في ديت. وهارو يا معلم وقتها بيتصدم لكنه بيوافق على طول. وهارو بيبقى شايل هم الديت ده طول الاجازة حرفيا لحد ما الترم التاني بيبدأ، وفي اول يوم دراسة فيه ميناتو بتشغل موتور المذاكرة، وشغالة الضحية يا معلم من اول يوم وبتذاكر حتى وهي في الشارع، واول ما بتدخل المدرسة بتلاقي هارو قاعد بيلعب مع الديك، وهي بتصبح عليه وبتسأله ايه اللي جايبه بدري كده، وهو بيعرفها انه جه مخصوص علشان خاطر عيونها، وفي اللحظة دي المدرسة كلها بتبص عليه، وبيستغربوا كلهم ان قاعد يتغزل في مينا الساعة 7 الصبح عادي كده. وفي الفصل مينا بتفضل ماسكة الكتاب برضه، وبيستغربوا انها شغالة تذاكر، ولما بيبصوا بيلاقوها مخلصة نص المنهج حرفيا. وهنا مينا بتسأل هارو هو ازاي اصلا بيجيب الدرجات العالية دي، وهي عمرها ما شافته بيذاكر، وهو بيعرفها انه عشان ما كانش بيروح المدرسة الاعدادية، فكان ساعتها بيقضي كل اوقات فراغه في انه يذاكر منهج ثانوي، وده خلاه لما يوصل ثانوي ما يحتاجش يفتح كتاب حتى. وبعد المدرسة مينا بتقول لهارو يلا نروح المكتبة، وهو بيفتكر ان ده الديت، بس بيلاقي البنات كلها في الشارع متجمعين حوالين واحد، وبيطلع انه يوزان يا معلم. وهارو اول ما بيلمحوا بيهرب وبيستخبى، بينما يوزان بياخد مينا وبيطلب منها انه يكلمها على انفراد. وطبعا هارو هيموت من الغيظ ان اخوه موجود، وبيشوف قدامه البنت الغلبانة اللي حاول ينقذها، وبنعرف ان اسمها شيما، وبيطلب منها وقتها انها تتجسس وتشوف يوزان مشي ولا لسه، وهي بتسمع كلامه بما انه دافع عنها قبل كده، وبيتأكد له وقتها انه مشى، وهو بيلاحظ انها ماسكه دفتر رئيسة مجلس الطلبة، وبيفضل يمدح فيها، وهي في ثانية بتتكسف وبتقع في حبه في اقل من ثانية. بس فجأة يا معلم بتجيله رسالة بتخليه يشط من العصبية وبيمشي بسرعة. وفي الجهة المقابلة يوزان بيبقى واخد مينا وشغال يلف بيها في الشوارع، وبيحكي لها عن انجازاته وكل حاجة عنه، ده ولا كأنه محور الكون ولا حاجة، ده غير انه بيسيبها في نص الشارع وبيروح يشتري حلويات، بينما الأستاذ طلع بعت رسالة لهارو فهمه فيها انه قاعد يشقط مينا دلوقتي، وده السبب اللي خلى هارو يتعصب ويدور عليهم في كل مكان. واخيرا يوزان بيرجع وهو معاه علبة حلويات، ومينا بتزهق منه وبتسأله يا عم انت ملففني معاك السبع قارات ليه ما تنجز. ويوزان بيشرح لها الحقيقة، وهو ان ابو رئيس عصابة شديد جدا وفي نفس الوقت عنده نفوذ عالية، وفي يوم من الايام طرد هارو من البيت، وده لانه كان شقي جدا، وهارو بطل يروح المدرسة بسبب كده، لكنه من بعد ما شاف مينا ورجع المدرسة الثانوي علشانها ابوه قرر انه يخليه يمشي من المدرسة دي ويوديه مدرسة ناس اغنياء له نفوذ فيها. وهنا يوزان بيطلب مساعدة مينا ان هارو ما يروحش المدرسة بتاعة الاغنياء، وان عاوز هارو يفضل معاها علشان ده احسن ليه، يعني يوزان طلع عايز يساعد هارو مش عاوز يأذيه يعني. وفي نفس اللحظة دي هارو بيظهر وبياخد مينا لبعيد وبيقول لها فكك من الولد ده وبيجري بيها، لكن مينا بتوقفه وبتفهمه ان يوزان عايزه يرجع البيت، وهارو مش بيصدق، لكن يوزان بيحلف ليه انه عايز يساعده، وعلشان يضمن انه ما يرجعش البيت من تاني بيطلب منه انه يوعده انه ما يسيبش المدرسة ابدا. وهارو بيوعده فعلا وبيسيبه وبيمشي. بعدها هارو بيهزق مينا علشان راحت مع يوزان اساسا، ومينا بترد له التهزيء ده وبتبقى عركة عنيفة، لكنهم في الاخر بيتكسفوا من بعض وبيمسكوا ايدين بعض وبيتمشوا لبيوتهم، واثناء ما هارو بيحكي عن طفولته لمينا. وتاني يوم في المدرسة البنت شيما بتروح لعند هارو وبتتلزق فيه، وأول مرة يطلع عليها صوته وبتفضل تشكره علشان دافع عنها قدام الولد المتنمر ده، وهو بيضحك في وشها، وشيما بتقع في الحب للمرة التانية، بينما مينا بتلاحظ ده والغيرة بتجري في دمها، ومن كتر ما هي غيرانة مش بتعرف تعيش عدل الكام يوم دول، ومش بتبقى واعية لنفسها لدرجة انها بقت شبه امنا الغولة. وفي وسط ما هي بتحضر الفطار الصبح بتيجي رسالة من امها بتسألها فيها ايه اخبارها هي واخوها، وانها قربت تموت نفسها من كتر الشغل. وابوها العواطلي بيعدي من جنبها وبيسألها اذا كانت امها سألت عليه، وهي بتأكد له انها ما عبرتوش اساسا. وفي المدرسة بنشوف شيما وبنعرف انها منعزلة وما عندهاش اي اصحاب غير صديق الكتروني، وكل ده بسبب انها كانت عيانة وما حضرتش اول اسبوع دراسة، وان الناس كلها ساعتها كونت صداقات فيه، وعلى ما رجعت كان كله مكون شلل اصدقاء، وبقت هي متسابة لوحدها ومحدش معبرها غير هارو. وبتروح تبص من الشباك بتلاقي هارو قاعد بيعيط علشان الديك اللي ربابت بيضة، يعني طول الوقت ده كان فرخة مش ديك اساسا، لكن بيطلع حد عامل في مقلب والبيضة مسلوقة اساسا. بينما في فصل مينا واللي بيبقى باين عليها ملامح الزعل بتقرب منها سومي وبتتريق عليها وتقول لها ايه رايك في المنافسة المولعة بينك وبين شيما على هارو. وسوكي بيجي وهو كمان بيسألوه عن شيما دي، وهو بيعرفهم انها مشهورة بكونها مش بتكلم اي حد، لكن مينا قبل ما تسمع القصة بتقرف وبتسيبهم وبتمشي، وده بحجة ان درجاتها مش عاجباها وهتروح تشتكي لمثلك انها بتفضل تتمشى في الطرق وهي زعلانة وحاسة لأول مرة ان ملهاش نفس تذاكر من كتر ما هي متضايقة. وعلى الناحية التانية شيما بتتغدى في امان الله، وهارو بيجي جنبها وبيشتكي لها انه سمع كلامها ولبس النضارة بتاعت الناس الدحيحة ومحدش انتخبه رئيس الفصل. وشيما بتعمل نفسها بتضحك وبتسأل عن اصحابه واحد واحد، وهو بيقول لها ان دول اصحابه ما عدا مينا لانه بيحبها، وهنا شيما بتاخد الصدمة وقتها،
وسومي بتظهر لهم من العدم وهارو بيقول لها دي شيما بنت انطوائية وبائسة ووحيدة مش لاقية كلب يعبرها لدرجة انها بتاكل لوحدها، فبتصعب على سومي. وهنا هارو وسوكي بيعملوا اجتماع علشان يخلوا شيما بنت اجتماعية، لكن مينا بتزعق فيهم وبتعمل عركة وبتقول لهم انا مالي، اللي عنده مشكلة يحلها بنفسه. لا دي كمان مش بتسكت على كده، دي بتتخاصم هي وهارو. وتاني يوم في حصة الألعاب كل واحد المفروض يبقى عنده شريك، بس شيما كالعادة مش بتلاقي حد يبقى معاها، وبتتفاجئ ان مينا مش بتلاقي حد هي كمان. ففي الاخر بيشتركوا هما الاتنين في الرياضة سوا، وشيما بتعتذر لو كانت زعلت مينا، لكن مينا هي اللي بتعتذر منها وبتفهمها انها كانت متضايقة من هارو مش منها خالص. وفي الفسحة هارو بيقابل شيما وبيحكي معاها، وهي بتسأله اذا كان صالح مينا ولا لا، وهو بيعرفها ان مينا بتتجاهله من الصبح اساسا. والشلة كلها بتتجمع وبيبقى وسطهم هارو بيسأل مينا هي شغالة تتجاهله ليه من الصبح، ومينا بتزعق فيه وتقول له انها مش عارفة تذاكر بسببه، وده لان قلبها بيدق كل ما بتشوفه. وهارو بيقول لها وانا مالي يا لمبي، بس شيما مش بتستحمل غبائه فبتتعصب وتفهمه ان مينا قصدها انها بتحبه بطريقة غير مباشرة وانه متخلف عقليا. ومن الكسوف بتهرب والعلاقة بتتوتر اكتر ما بين مينا وهارو يا معلم. بس مع بداية اليوم التاني مينا بتعتذر لهارو وانها كانت واقعة معاه وانها بس كانت بتمر بظروف صعبة، حتى انهم بيخرجوا في ديت للمكتبة مع بعض. وهناك هارو بيتصدم ان مينا مش بتعمل حاجة طول الديت غير انها بتذاكر، فبيزعق لها وهي بتفهمه انها من الاخر كده فقدت حبها تجاهه لانه بيعطلها عن المذاكرة، وهي ما تقدرش تعيش من غير المذاكرة بتاعتها دي، لانها عندها حلم عايزة تحققه ومش عايزة اي حاجة تعطلها عنه. وهارو بيروح يرجع لصالة الألعاب والأستاذ هوشي بيسأله عملت ايه للديت، وهارو بيقوله الديت خلص من قبل ما يبدأ أصلا، وإن مينا عطته شلوط حرفيا وخزوقته. وهوشي بيقوله ما تزعلش بس أنا لقيت الصور دي، وبتكون صورة لست غريبة، وبيطلع إن الست دي هي اللي قريبة من هارو وهي اللي ربته من طفولته، وكمان علمته إن العالم هو اللي بيخلي الشخص بني آدم كويس. وهارو تاني يوم بيروح المدرسة وبيبان عليه ملامح الاكتئاب، وشيما بتشوفه على الحالة دي وبتسأله ملك وكده، بياخدوا وبيدوا مع بعض في الكلام. وكل ده بيحصل وسط ما سومي قاعدة بتراقبه ومتغاظة من ان الواقع هارو بيغازل شيما على الصبح كده، لحد ما هارو بيفجرها وبيعرف شيما انه انفصل عن مينا. وهنا سومي وشيما بيتصدموا مع بعض في نفس الوقت، لكن شيمو بتستغل الفرصة دي وبتفرح وقتها وبتشوف ان لسه في امل فعلا في الحياة انها تاخد هارو ليها، لكنها بتتملك اعصابها وبتقوله يا عم ما تزعلش، حاول معاها تاني وتالت ورابع لحد ما تحبك. وسومي بتظهر قدامها وبتفضل تهزقها وتكرر كلام شيمو لانه مش عارف حرفيا يتعامل مع مينا، ده غير انه عيل دبش اساسا. وهارو بياخد الديك بتاعه وبيمشي بعيد عنها وبيفكر في كلام الست اللي قالت له قبل ما تموت، وانها وصته انه يلاقي الشخص اللي ينسى معاه كل احزانه ويخليه شخص احسن. وهارو مش بيفكر في اي حد غير مينا، واللي بتبقى قاعده نايمه على الشباك، وهو علشان شاب مجنون في دماغه وبيخلي الديك ياكل في شعرها. وهي بتصحى من النوم وتقول له حل عني وايه سبب سعادته دي كلها، وهو بيقول لها معلش كنت بفكر في شخص مات، لكنه بيفاجئها وبيقول له انه بيحبها وانه عاوز يفضل جنبها على طول حتى لو مش طايقاه. ومينا بتبقى مكسوفه لكن بتعمل نفسها تقيله مره تانية. وبعد شهر بالظبط بتظهر نتيجة الامتحانات، وبرضه هارو هو اللي بيطلع الأول، ومينا خلاص بتبقى هتشد في شعرها من الغيظ، وعلشان كده بتتقمص من هارو أكتر وبتروح تاخد دروس خصوصية. وهناك بتقابل واحد من أصحاب هارو القدامى واللي بيسألها عن حالها. وتاني يوم بتبقى قاعدة مع هارو وبتديله تذاكر مهرجان الثقافة كان عاطيها ليها صاحبه، وهارو بيروح بايس ايديها ومنى بتتخض وبتفضل تزعق فيها علشان مش محترم مساحتها الشخصية، وبتطلب منه انه يبعد عنها مسافة مترين كل ما يشوفها، وهو بيتغاظ علشان من ساعة ما قالها انه بيحبها وهي بتتجنبه، لكنها بتتعصب عليه اكتر وبتقوله انت طلب بسيط زي ده مش عارف تحترمه ويبقى عايزني اوعدك ازاي. ومن ساعتها وهارو بيتقمص وبيروح يعمل حاجز حوالين عشة الفراخ بتاعة الديك علشان مينا ما تقربش ناحيتها. بقى هو ده اللي ربنا قدرك عليها كحيان يا معفن انت. وبعدها مينا بتتمشى وبتلاقي ان الشله بتاعت فصلها عاملين اجتماع وسط حشائش السفانه، وطلعوا بيتفقوا انهم عايزين ياخدوا فصل معين يوم المهرجان المدرسي، وكمان عايزين يعملوا مشروع يجيب لهم فلوس. وهي بتعجبها الفكره وبتنضم ليهم وانها تاخد الفصل اللي هم عايزينه بس مقابل انها تاخد ارباح 50%. وبيجي وقت الاتفاق على الفصل في المدرسة، لكن السرسجيين بتوع تالتة ثانوي بيبقى عينهم على الفصل اللي مينا عايزاه، ومينا بتتعارك معاهم بس هارو من غير ما حد يقوله بيتدخل وبتحصل عركة كبيرة والدنيا بتغرب، وكله بسبب هارو، وده بيخلي مينا تتغاظ منه أكتر. وبتروح بعدها للتسوق مع سومي وبتبقى قاعدة مستنية هارو بالليل على السلم في الشارع علشان تديله حاجة كانت سومي شاريها له، وهو مش بيقتنع وبيفتكرها لسه بتحبه، لكنها بتزعق فيه وبتحلف ليه انها مش بتحبه برضه وما يحاولش، وهو بيرفض وبيقول لها حاول اخليك تحبني باي طريقه، وبيقرب منها لكنها بتفتكر انها مش عايزاه يقرب منها، وهي بتتعصب عليه وبتشتمه وبتسيبه وبتهرب. وبيعدي اسبوعين ومهرجان المدرسة الثانوي بيبدأ، والشلة بتقرر انها تعمل فعالية بيت الرعب، وفيها ميناتو بتكون لابسة لبس ممرضة الزومبي،
وماسكة حقنة قد الخازوق حرفيا وبتخلي الناس تدخل بيت الرعب غصب عنهم. وكمان هارو بيبقى لابس لبس مصاصين الدماء وبيكب على الزبائن عصير طماطم وهم بيفضلوا يعيطوا لانهم كده اتوسخوا ومش هيعرفوا يشقطوا بنات طول النهار. وبعد كده بنشوف منى وهي رايحة تاخد فترة راحة وبتفكر في الموقف اللي حصل وانها ما كانش ينفع تزعق في هارو لما قرب منها. وبتحس انها افورت الموضوع وبتطلع الكتاب تذاكر لانها هي هدية الدفعة تقريبا. وبيعدي من قدامها كين واللي بيكون واحد من شلة هارو القديمة وبيفضل يتريق عليها انها بتذاكر مع انها اصلا هو عبيط وتايه في المدرسة. وعلى الناحية التانية هارو بيبقى قاعد جنب عشة الفراخ اللي لف عليها سلك شائك دي وحديد علشان مينا ما تقربش منها. وبيفضل يلقح عليها بالكلام ومينا بتظهر من العدم وبتهزقه وبتبقى في نيتها انها تعتذر منه لانها حست انها افورت واتعصبت عليه من غير سبب. لكن كين بيجي وبيسند دراعه على مينا وهنا هارو دمه بيتحرق وبيقول لها يعني اشمعنى انا اما اقرب منك تشتميني بس كين يلزق فيكي عادي. وكين هو اللي بيرد عليه ويقول له ما واضح يا اسطى انها مش طايقاك اساسا. وهارو بيتعصب وبيكون رايح يدي كين بالبوكس لكن البوكس بيجي في وش مينا وبيكسر لها مناخيرها ومينا بتبص له نظره انت في عديد الموت دلوقتي يالا. لدرجه ان كل الموجودين بيخافوا منها وبتنبه عليه انه ما يقربش منها مسافه مترين بجد بقى وبتسيبه وبتمشي. لكن سومي ملاك الحب الطاهرة بتجري وراها وبتفضل تقنعها ان هارو ما كانش قصده فمنى بتشتم هارو يا معلم. وبتقول لها يا ست حل عنه وما تتدخليش في حاجه مالكش دعوه بيها وكل ده بيحصل والشله بتكون مراقبه وسامعه الكلام ده كله. وكمان بيستغربوا كميه البرود والوقاحه بتاعت مينا دي. فبيجي كينو يقول لمينا انها ست مفتريه ومش عاجبها تصرفاتها مع هارو وعايزه تمشيه على مزاجها. بينما هي اللي عمرها ما عملت اي تصرف على مزاج هارو او حتى عملته بلطف يا معلم. والكلام ده بيأثر في مينا جدا وبتفتكر انها افورت في العصبية للمرة التانية وقست على هارو وسومي. واثناء ما هي ماشية مع كين في المدرسة كين بيلمح يوزان من بعيد فبيقوم ماسك مينا وهربان بيها الفصل فاضي. ده شكل يوزان ده صديقي مسبب لهم رعب شديد في المدرسة ومعلم على نص شباب البلد. وفجأة هارو بيدخل نفس الفصل مع شيما وبيبقوا في وضع بيتفهم غلط حتى ان مينا افتكرت ان هارو بيخونها لكن بيطلع هربان من يوزان هو كمان. وشغال يقول لشيما شوفي بسرعة يوزان مشي ولا لا وبيبقى حالتهم صعبة خالص. وبيفضل يحكي معاها ويفضفض وهو ليه كل مرة بيعترف بالحب لمينا بترفضه وشيما بتفضل تديله نصايح من تحت درسها لان عايزة هارو ليها اصلا. وكين الخبيث بيطلع مع مينا قدام هارو وبيفضل يغيظه انه مع مينا وهارو بيشبط فيه وفي الاخر يوزان بيظهر قدامهم هما الاتنين وبيقطعوا الخلف بسببه. وفي اللحظة دي هارو بياخد شيما كرهينة علشان يوزان يبعد عنه ويسيبه في حاله لكن التلاميذ بتوع المدرسة كلهم بيتلموا اما بيشوفوا اللي حاصل ده. وكده سمعة هارو بتبوظ اكتر ما هي بايظة فبيخافوا بيسيب شيما وبينط من الشباك ويهرب. ويوزان وقتها بياخد الجزمة بتاعت هارو لانها وقعت منه وهو بيهرب يعني سندريلا بس النسخة السرسجية منها. وبيديها لمينا ومينا بتروح تدور على هارو في كل مكان لحد ما بتلاقيه وخلاص بتصالحوا وبيرجعوا زي السمنة على العسل مع بعض تاني. وحتى بتروح تصالح سومي كمان وبتروحوا يكملوا المهرجان لحد ما الليل بيليل ومينا بتلاقي هارو نايم فبتحس انه كيوت. وبتبقى عايزة تملس على شعره وهو بيطلع صاحي فبتتكسف منه وبتعترف لانها عملت كل العركة دي علشان درجاتها ابتدت تنقص بسبب حبها ليه. وهي عندها تموت ولا ان درجاتها تنقص وهو بيتأثر فبيقوم حاضنها وخلاص. وتاني يوم الصبح مينا بتصحى من النوم في امان الله وبتلاقي ان هارو موجود عندها في البيت وهي بتتوفى من الصدمة اول ما بتشوفه. وبتسأله هو دخل هنا ازاي وهو بيعرفها ان هو خبط على الباب عادي لكن ابوها طرده فراح نط من الشباك على اوضتها. وكمان ابوها قال له ما تعرفش مينا ان موجود في البيت. ومينا اصلا مستغربة هو ايه اللي مخلي ابوها موجود في البيت ومش قاعد في الشغل فبتنزل بسرعة تشوف ايه الدنيا معاه. وابوها بيعرفها الخبر الوحش وهو ان المحل بتاع الفاكهة والخضروات بتاعهم اتعرض للافلاس ومينا بكل برود اعصاب موجود في الدنيا بتروح ترن على امها. وابوها بيفضل يترجاها انها ما تعرفش امها الموضوع ومينا بتعمل ودان من طين ودان من عجين وبتتصل برضه بامها وتعرفها اللي حصل وبتقفل السكة. وبتقول لابوها ان امها بعتت له رسالة وكاتبة فيها تتهنى اللي عايزة تتجوز واحد زيك. وبتروح تلبس هدومها بسرعة علشان تشوف حل للموضوع ده بينما هارو مستغرب ان مينا عاملة الموضوع بكل برود كده وابوها بيعرف هارو ان دي مش اول مرة المحل يعلن افلاسه وان دي المرة السادسة وعلشان كده مينا واخدة الموضوع ببرود اكتر من اللازم. وهارو بيقول للحاج ابو مينا بصراحة ما تزعلش مني بس انت اب فاشل يعني والله يا ابني محصل 7 اب حتى. بعدها هارو بيروح لصالة الالعاب علشان يجتمع مع سومي وسوكي ويذاكروا للامتحانات اللي جايه. وهارو بيعرفهم ان مينا كانت واعده انها تقول له اخر قرار بشان مشاعرها اتجاهه النهارده. ومينا بتخلص حوار ابوها وبتروح لصاله الالعاب وهناك اول ما بتشوف هارو والشله بتفتكر انها اخده وعد من هارو انها تفكر في علاقتهم مع بعض وكمان هتديله رد النهارده. وبتلاقي هارو باصص ليها زي الكلب اللي مستني عظمه فبتقول له تعالى نتكلم على انفراد علشان ما تحرجش نفسها قدام سومي وسوكي. وبتفضل تتمشى معاه في الشارع وهي مش عارفه تقول له ايه في الحقيقه.
لكن هارو هو اللي بيفتح معاها مواضيع وهي بتعرفه انها بتدرس بكل جهد علشان تبقى ست قوية زي امها كده وتعرف تصرف على نفسها والبيت. وبتلاقي نفسها قاعدة تفضفض لهارو عن حكاية قديمة لما كانت طفلة وأبوها وعدها يجيب لها سمكة دهب علشان تحطها في حوض السمك وفي الحديقة بس ما جابش حاجة. فبتصعب على هارو وبيمسكها من ايدها وبيجري بيها لحد النهر وبيقف زي العبيط وبيجيب سنارة وبيحلف انه يصطاد لها استاكوزاية عشان تفرح بيها. ومينا بتفقد الامل في انها تعامل هارو كبني ادم اصلا فبتمشي وتسيبه علشان خسارة تضيع مجهود في عيل عبيط زي ده. وبتتجه للمكتبة يا معلم وهناك بتقابل كين وبتشكره على الكلام اللي قاله ليها ساعة المهرجان المدرسي. بينما في الجهة المقابلة سوكي وسومي قاعدين في الكافيه وبيذاكروا وبيجوا بسيرة هارو ومينا وإذ فجأة شوية بنات من اللي كانوا مع سومي في إعدادي بيدخلوا الكافيه. وأول ما بيشوفوا سومي بيفضلوا يتريقوا ويتنمروا عليها لأنهم من زمان بيغيروا منها بسبب إنها جميلة وكل الولاد هتموت عليها في إنها بيكمي. وسومي بتفضل تعيط وتعتذر لسوكي بس عمه الأستاذ الوسيم هوشي بيتدخل وبيزعق في البنات دول وبيخلوهم يحلوا عن راس سومي وسومي حرفيا بتشوفه راجل أحلامها. وبالليل مينا بتروح من المكتبة وبتودع كين وبتركب الباص وبتتجه للنهر وكين بيحاول ينكر مشاعره انه معجب بمينا فعليا. ومينا بتوصل لوجهتها وهناك بتكتشف ان هارو لسه قاعد كل ده علشان خاطر عيونها علشان يصطاد لها الاستاكوزاية اللي عايزاها. لكنه بيقول لها ما لقيتش استاكوزا وبكره هحاول اصطاد اي حاجه علشانك وهي بكل برود بتقول له شكرا وبتمشي وتسيبه. وهارو بيبقى مستعد يمشي لكنه بيقابل كين واللي بيديله قلم رصاص بتاع مينا وبيقول له برجعه ليها وهارو بيشك فيه وبيساله هو انتوا وقعتوا في حب مينا ولا ايه. وكين الوقح وقتها بيقول له ايوه انت عندك مانع ولا ايه. بعدها بيومين ولا حاجه مينا بتروح المدرسه وهناك بتلاقي حد باعت لها دعوه على عزومه فراخ مشويه يوم العيد ومينا بتطنش الدعوه دي. لكنها بتلاقي نفس الدعوه محطوطه في شنطتها برضه ومش بتشك في حد غير سومي فبتروح تزعق فيها. وبتكتشف انها فعلا صاحبة الدعوة وبتوافق تروح معاها يوم العيد تاكل فراخ مشوية وبتجيب هارو معاها كمان. لكن هارو من ساعة حوار الاستاكوزا هو بيتصرف بغرابة واي حد بيحط عينه على مينا بيفضل يتجنن زي العفريت ويضرب في الناس يمين وشمال ومينا مش فاهمة هو متجنن النهاردة بزيادة ليه. وبيوصلوا لمحل المشويات وهناك بيشوفوا شلة هارو القديمة وبيبقوا عايزين ياكلوا فراخ مشوية هما كمان وسومي مش بتوافق. اما هارو فبيمسك في كين وبيفضل يشتمه ويقول له بعد عنك عن مينا انا عارف انك بتحبها بس برضه مش هسيبها لك. والكلمه دي بتعمل صدمه في المكان كله وكين علشان يحفظ ما تبقى له من كرامه مرميه في الارض بيقول له يا اسطى كنت بهزر انت عبيط ولا ايه. والكل بيصدق الحمد لله ومينا البخيله بتروح تاخد منه تمن الفرخه المشويه اصلا وبتمشي وبيروحوا لصاله الالعاب. وهناك شله هارو اول ما بيشوفوا الاستاذ هوشي بيترعبوا لانه قبل كده هددهم انه هيكسر لهم رجليهم لو حاولوا يضايقوا هارو مره تانية. والاستاذ هوشي بيسلم على سومي لكنها بتتكسف ومش بترضى تبص ليه لانها واقعه في حبه. بينما الاستاذ هوشي دماغه بطاطا ومش فاهم هو في ايه وبيفكرها مجنونه النهارده ولا حاجه. وبنشوف سوكي وهو معدي في الشارع بالعجله وبيقابل شيما في طريقه وبيسالها اذا كانت هتيجي حفله العيد اللي عاملينها في صاله الالعاب دي واذا كان جالها دعوه ولا لا. وشيما بتفتكر ان الدعوه دي كانت مقلب ومش حقيقه لكنها بترفض انها تروح بس بعد اقناع من سوكي بترضى تروح الحفله. وهناك بتلاقي الدنيا مجنونة حبتين 3 مليون كده وفي بني آدم بيطير في الهوا وفي ناس بتموت وفي ناس بتعيش وحاجات غريبة كده. وفي وسط كل اللي بيحصل ده بنلاقي ان مينا برضه لسه قاعدة بتذاكر والكل بيشوف مينا بتذاكر وبيفتحوا سيرة المذاكرة وكين ومينا بيطلعوا انهم داخلين نفس الكورس اللي بيأهلهم للكلية. وبيفضلوا مركزين في كلام بعض وهارو دمه بيتحرق وكين اصلا مش فاهم هو ليه بيبقى عايز يتنافس مع هارو على مينا ومش متقبل انه وقع في حبها اصلا. لكن في ثانية مينا بتبوظ كل أحلامه في إنه يرتبط بيها وبتقوله شكرا أنا بسبب نصيحتك هروح أعترف لهارو إني بحبه. وكان بياخد صدمة عمره وبيفضل يصوت وبيقول لها لا ما ينفعش تبقى مدلوقة وكلام من ده. وسومي بتلاحظ اللي بيحصل وبتطلب من كين إنها تكلمه على انفراد وبتفضل تقول له بعد يا راجل يا مسوس عن هارو ومينا لأنهم بيحبوا بعض وهو بيمسح بسومي البلاط علشان بتدخل في اللي ما يخصهاش أساسا. وبيستنى بعد ما الحفلة تخلص وبيقابل هارو عند السلم وهارو أول ما بيشوفه بيقول له مش عايز أشوفك جنب مينا تاني. وكان بيغيظه وبيقول له أمال هتعمل إيه لو مينا قالت لي إنها بتحبني أنا ومش بتحبك أنت. وهنا يا معلم هارو كان هيتجنن ويفصل راس كينا عن جسمه حرفيا لولا إنه سمع صوت مينا وهي بتقول له يلا نروح. وفي طريقهم هما الاتنين هارو بيطلب من مينا انها ما تروحش الكورس اللي مشتركه فيه مع كين ده. والايام بتعدي وكين بيحضر الكورس كل يوم مع مينا لكن حرفيا مش بيبقى في اي تواصل ما بينهم. ولما اخيرا في يوم بيجي وقت العشاء بيكون عاوز يعرض عليها انه يعزمها في مطعم فاخر لكن بيلاقيها مطلعه سندوتش طعميه وشغاله تزلط فيه. ومخططاته كلها بتبوظ وبيخش في مرحله اكتئاب انه اصلا مستواه انحط وبقى معجب بمينا بالرغم من انه راجل غني ومن عيله غنيه. وفي المدرسة سوكي بيجي ومعاه صورة صورها من يوم حفلة العيد وبيفضل يفرجها على الشلة. وهارو بيبقى مبسوط بالصورة وبيفضل يضحك لحد ما بيشوف صورة فيها ميناتو وكين مع بعض وبيقطعها ويرميها من كتر الغيظ يا معلم. وسومي بتشتمه وتقول له عيب تعمل كده في الصورة. ولما بتمسك صورة بتلاقي فيها الأستاذ هوشي كمان فبتقطعها هي كمان وترميها.
وكين في الوقت ده بيكون خلاص ماشي من المدرسة وبيقابل واحد من صحابه الأغنياء وبيقول لهم الحق دي فلانة هتموت وتكلمك. وفلانة دي بتكون بنت عيلة غنية برضه، لكن عمنا كين بيرفض وبيقول لا كله إلا مينا الحب. وبيروح ياخد بعضه ويركب تاكسي علشان يلحق الكورس، وبيشوف قفا مينا من بعيد فبيقرب منها وبيكتشف إنها ست عجوزة أصلا. فبيكمل طريقه لحد ما بيشوف مينا الحقيقية وبيسلم عليها، وفي لحظة رومانسية ملزقة من بتوع الأفلام الهندي كين وقتها بينقذ مينا من حادثة عجلة كان ممكن يشيلها على الدركسيون ويموتها يا معلم، وبيخليها تقع عليه، وفي نفس ذات الثانية هارو بيكون ظهر وراه وعطاه بوكس محترم. ومينا بتزعق في هارو لأنه ماشي وراها في كل حتة بالرغم من إنها قالت له ما يعملش كده، وهو بيكدب عليها ويقول لها ده أنا كنت معدي من هنا بالصدفة، ومينا مش بترد عليه وبتكمل في طريقها، والزفت كين بيحاول يغيظ هارو. ولما هارو بيتعصب جدا بيروح يدي كين بالبوكس تاني، لكن البوكس بيجي في راس مينا اللي قربت تدخل العناية المركزة من كتر الضرب اللي خدته من هارو. وفي اثناء ما الكورس شغال كين بيدخل في مود الرومانسية وبيفضل يغازل في مينا، ومينا بتمسك راسه وتقول له شكلك تعبان في دماغك وبتكسفه حرفيا. وده بيخلي كين يخرج من الكورس وهو شايل طاجن ست، وهو ماشي في الطريق بيشوف ان هارو قاعد حزين على السلم في الشارع، وبيخاف لحسن يديله بوكس تاني ولا حاجة، وهارو بيطمنه ان هو عايز يمسح بالبلاط بس مش دلوقتي يا معلم. وكين بيعمل فيها 7 رجاله في بعضه وانه مش خايف، وبيروح يتمشى معاه في الطريق وبيقول لهارو انه اتغير جامد عن زمان، لان هارو كان بلطجي اوفر ودلوقتي بقى هادي نوعا ما. وهارو بيأكد له انه ما اتغيرش ولا حاجه، ده منها هي اللي شغاله تتغير ومش عارف هيجي امتى اليوم اللي هتسيبه فيه، وعلشان كده بيفكر انه يقطع ايديها ورجليها علشان ما تهربش منه ابدا. وكين بيتفزع من الافكار دي، بس هارو بيضحك وبيقول له كنت بهزر، وبعدها بيقرب منه وبيقول له انا كنت بهزر في حاله مينا، لكن في حالتك انت ممكن اعمل كده عادي. وكين بيعمل نفسه مش خايف وبيركب تاكسي وبيمشي، وهارو بيفضل قاعد في الشارع وهو حزين وبيفكر في ماضيه وطفولته وقد ايه كان عايز، لحد ما مينا بتبقى معديه في الشارع وبتساله اذا كان كل ده قاعد مستنيها. ولكن فجأة وبدون سابق انذار هارو بيحضن مينا يا معلم. وفي نفس الوقت ده سومي بتروح لعند صالة الألعاب وهي مترددة لأنها مش عارفة تقابل الأستاذ هوشي بسبب إعجابها بيه، لكن في الآخر بتدخل وبتطلب من الأستاذ هوشي إنه ينادى على سوكي علشان هي جابت له حاجة تديها له، بس سوكي بيبقى قاعد مع شلة ولاد أصحابه، وواحد منهم بيتقدم وبيبقى عايز يعترف بالحب لسومي، وباقي أصحابه بيفضلوا يضحكوا عليه ويتريقوا وبيبقى منظرهم مزعج جدا. وكمان الواد بيتوتر وسومي بتزهق من كل الهبل اللي بيحصل ده فبتزعق فيهم كلهم وبتمشي، وسوكي بيجري وراها وبيعرفها انهم حسوا بالذنب وبيعتذروا لها، وسومي بتبقى متضايقه اصلا خلقه فبتزعق فيه هو كمان، وبتقول له الولاد دايما ما عندهمش دم ابدا، وسوكي بيقول لها يا ست عديها الناس لبعض، لكن سومي بتبقى مصممه تعمل من الحبه قبه، وبتقول له انا كده كده كارهه كل الرجاله ومستحيل ارتبط، وسوكي بيكسفها ويقول لها ازاي وانت اصلا معجبه بالاستاذ هوشي. ويعني وش سومي حرفيا بيطلع حمم بركانيه من كتر الاحراج لانها ما كانتش عارفه ان كله لاحظ كده، وبتضطر انها تنكر علشان شكلها ما يبقاش شراب مقطوع قدام سوكي. وهارو بيظهر من العدم وراها وبيبقى شغال يضحك ومبسوط زي المجنون، وبنعرف ان مينا ضحكت عليه وقالت له انها تخرج معاه في نهايه السنه، وكمان هتعمل له اكل مخصوص كمان، وده بشرط انه يخليها في حاله ويبعد عنها طول ما هي رايحه الكورس. وسوكي وسومي بيدركوا مدى غباء وسذاجة عمنا هارو المتخلف، لأن كلام مينا ده معناه إنها مش عايزة تشوفه خلقته لحد آخر السنة. وبعد فترة كده سومي بتخرج مع هارو علشان يجربوا مطعم جديد، وسومي بتبقى مرتاحة في القعدة مع هارو لأن كده كده مرتبط بمينا وإنه طبيعي مش هيبص عليها. وهنا هارو بيسأل سومي عن سبب عدم مجيئها لصالة الألعاب الأيام دي، وكمان الأستاذ هوشي بدأ يسأل عليها، وسومي بتبقى عايزة تقوم تموت نفسها ومش بتلاقي أي إجابة ترد بيها، فبتقول له إنها مشغولة وخلاص، وهي في الحقيقة مكسوفة تقول لهارو إنها معجبة بالأستاذ هوشي. وبعد حوالي اسبوع بيجي يوم نهاية السنة، وسومي بتبقى قاعدة وحيدة في البيت لان عيلتها كلها مسافرة وهي قاعدة على النت، فبتقوم منها متصلة بيها وبتسألها على تردد قناة على التلفزيون، وسومي بتموت من الفرحة لما حد بيعبرها اصلا، وبتفضل تعيط في التليفون وتقول لمينا انها وحيدة جدا بسبب كده مينا بتخليها تيجي لعندها البيت لان مينا برضو قاعدة لوحدها واهلها كلهم راحوا يزوروا جدتها. اما هارو ابن العبيطه فبيجي هو كمان وبيفضل طول الليل ياكلوا زي البهايم لحد ما بتروح عليهم نومه، وسوكي هو اللي بيصحيهم علشان يلحقوا يحضروا المراسم، والمراسم دي بتتعمل في المعبد نهايه كل سنه. واول ما بيوصلوا للمعبد عمنا هارو بيلمح الشله القديمه بتاعته من بعيد وهي بتتخانق، وبيروح داخل معاهم في الخناقه. ده انت اثبتت لنا انك سرسجي جدا يا عم، ما خلاص بقى. وكين بيستغل الفرصه دي وبيروح لعند مينا علشان يشقطها ويعمل نفسه جيركن مان ويشتري لها حاجه من الكشك، لكنها بتكسفه وبتديله فلوسه كلها، وباقي البنات بيروحوا ينادوا مينا علشان تلحق هارو اللي بيتخانق ده، واثناء ما بتحاول تبعده عن الخناقه بيديها بالبوكس في وشها للمره المليار، والله لو قصد ما هيحصل كل ده يا معلم. وبعد ما بيخلص المهرجان الكل بيروح لصاله الالعاب وبيطلعوا السطح علشان يتفرجوا على شروق الشمس،
بس بيبقى موجود هناك نفس الواد اللي عايز يعترف لسومي بالحب، وسومي بتكسفه مرة تانية وبتروح للأستاذ هوشي وبتفضل تحكي معاه وتسأله إذا كان عايز يحب أو بيحب واحدة قبل كده، وهو بيرد عليها بإن الحب جميل ونفسه يحب فعلا، وإن الحب بيخلي الإنسان يتصرف بطريقة ناضجة وواعية وكلام تنمية بشرية من ده. وفي الآخر بيقول لها إن عليه ديون أصلا ومش فاضل الجواز والحب والكلام الفاضي ده. وسومي الزنديقة بتقول له إيه رأيك طيب نبقى ناضجين وعاقلين مع بعض، على أساس إنها بتقول له بحبك بطريقة غير مباشرة وكده. والراجل يعاني من الصدمة، السيجارة بتحرق بقه حرفيا. وسوكي بيبقى سامع المحادثة اللي حصلت بين سومي والأستاذ هوشي وبيتصدم وبيروح يقول للولد صاحبه افقد الأمل، سومي مش بتحبك يا معلم. وسومي أصلا بتسيب القعدة كلها وبتمشي في الخباثة قبل ما حد يلاحظ، وأخيرا بتيجي لحظة شروق الشمس والكل بياخد خازوق إنهم مش شايفين حاجة بسبب العماير اللي قدامهم. لكن الحلو هنا بالنسبة لهارو إن بيبقى فرحان أصلا لمجرد وجود مينا معاهم بس. وبيعدي حوالي 4 أيام ومينا بتستغل الأيام دي في المذاكرة بما إن البيت فاضي وأهلها مش موجودين. وفجأة بتدرك إنها توحشت هارو وإنها ما سمعتش عنه أي خبر من ساعتها، لكن هارو بيجي على السيرة حرفيا وبينط عندها في الشباك وبيفضل يصوت ويقول لها الحاجة دي ضاعت منه ومش لاقيها، وهي شغالة تقول له ايه الحاجة اللي ضاعت يا ابني. وهارو مش بيقول لها ويفهمها انه ما عندوش وقت يشرح، وبيهرب تاني بسرعة لحد ما بيوصل لعند سومي اللي قاعدة في كافيه في الشارع. وبيخضها وبيفضل يسألها عن الحاجة اللي ضايعة منه، وهي تحب تستفسر عن الحاجة دي وبيقول لها برضه في نفس الرد، وانه ما عندوش وقت يشرح لها. وبيهرب مرة تانية لكن بينسى شبكة الصيد بتاعته وبيتجه للملعب تاني. وبيروح يسأل سوكي وشلته عن الشيء اللي ضاع منه من غير ما يقول لهم برضه عن الشيء ده، وبيمشي وبيسيبهم من غير اي حاجة زي العبيط، لكنه بينسى النضارة بتاعته. وسوكي بيرن على مينا ويقول لها اللي حصل، ومينا بتستغرب كل التصرفات دي، وكمان بتستغرب لان هارو نسى تليفونه عندها. وفي صالة الألعاب سومي بتيجي علشان تودي لهارو الشبكة بتاعته، وهناك بتشوف مينا وهي جايبة معاها كمان وبيتكلموا في نفس الموضوع، وهو ان هارو متخلف وعبيطه بيدور على حاجة عجيبة مخليه ينسى حاجات في الأرض، ومينا أصلا بتزهق وبتدي التليفون لسومي، وده علشان تديه لهارو على ما هي تروح البيت وتذاكر لأنها لسه عندها حلم $1,000,000 برضه. وهارو في نفس الوقت ده بيبقى معدي من قدام شلته القديمة وشغال يزعق ويتعصب وانه مش لاقي الحاجة دي، ومن كتر العصبية بيرمي المفتاح والجوانت بتاعه في الأرض وبيهرب. ومن بعد ما مينا بتمشي سوكي بيجي لصالة الألعاب وبيشوف سومي هناك وبيقعد هو وشلته. وبعد ساعات الليل بيجي وسومي بتخلص مذاكرتها لليوم ده وبتفضل تفكر في هارو وبتكون عايزة تتصل بيه، لكنها بتمنع نفسها وبتروح تعمل عشاء علشان حظها وحش وبتلاقي الرز بتاعها خلصان، فبتروح تنزل تشتري شكارة رز. في طريقها بتشوف واحد ماسك الديك بتاع هارو وماشي بيه وبتفتكر ان هارو كل ده بيدور عليه، فبتروح لصالة الألعاب مع البنت اللي معاها الديك وبتلاقي ان هناك حتى شلته القديمة وصلت علشان تديله المفتاح بتاعه. ويعني حرفيا هارو خلى الدنيا كلها تبوظ بسببه، والكل بيفكر جديا انهم يروحوا يدوروا عليه، لكن كين ومينا بيطنشوا اصلا وبيمشوا وبيسيبوا الصالة، وده لانهم مش مهتمين لامر هارو اساسا. ده مينا دي قلبها من تلج حرفيا يا صديقي. واثناء ما مينا خلاص رايحة لبيتها بتشوف هارو وبتتصدم وبتعرفوا انهم لقوا الديك خلاص وودوه لصالة الالعاب، وهارو بيستغرب ان الديك بتاعه كان ضايع اساسا. وهنا مينا بيفوت بيها الكيلو وبتسأل هارو عن الحاجة اللي قلب عليها اليابان كلها دي، وبتطلع ان اللقطة الهارو كل ده بيدور على دبانة بتنور، وده لانه كان عاوز يوريها لمينا. وبالصدفة الدبانة بتعدي من جنبهم وهارو بيفرح بيها زي العبيط وبيخلي مينا تتفرج معاه عليها، ومينا بتحس بالذنب لانها مش عارفة تتعامل مع انسان بريء ونقي زي هارو كده. وبتنتهي قصتنا على ان هارو ومينا وقعوا في حب بعض من اول دبانة يا معلم. فلو عجبتك الحكاية والفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتستنى كل جديد، وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.